المشكلة مش دايما فيك، ممكن تكون المشكلة في الشغل نفسه. عمرك حسيت انك بتحاول بكل طاقتك في الشغل وبتشتغل على نفسك وبتحاول ترضي مديرك وبتقدم افكار، ومع كده كل حاجة حواليك بتقولك انك مش كفاية؟ بتصحى من النوم مش طايق تروح الشغل، بتحس انك كل يوم بيتكرر بنفس الطريقة. طب خليني اقولك حاجة، المشكلة مش دايما فيك، اوقات كتير المشكلة في الشغل نفسه. وفي الحلقة دي هتكلم معاك بصراحة كاخوات عن ازاي تعرف الفرق وازاي تحمي نفسك وتخرج من الدوامة دي قبل ما تدمرك. انا محمد اسامة، وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. الجزء الاول، المشكلة فين؟ انت شخص بتحسن من نفسك، بتحضر كورسات، بتشتغل على السوفت سكيلز بتاعتك، وبتقول يمكن اكون انا السبب. بس يا صديقي، في نوع تاني من الشغل بيمص طاقتك، بيكسر طموحك، بيطفي الحماس جواك، واسوأ حاجة انه يخليك تشك في نفسك، تبدأ تسأل هو انا فعلا قليل؟ انا كده علشان غبي؟ انا فاشل؟ وطبعا لا، في فرق بين انك محتاج تتطور وبين انك واقع في بيئة سامة مش بتشجعك. ولازم تعرف الفرق ده كويس. علامات ان الشغل هو المشكلة، خد بالك من العلامات دي. لو لقيت نفسك عايشها يبقى لازم توقف لحظة وتفكر. اولهم عدم التقدير، مهما تعمل محدش بيقولك شكرا، دايما نقد، دايما في تقليل. بيئة سلبية، الناس بتشتكي طول الوقت، مفيش روح، مفيش تحفيز، تحس انك محبوس وسط طاقة سودة. شغل فوق طاقتك، بتشتغل فوق وقتك الطبيعي وبتتساحل حرفيا من غير مقابل او تقدير. مدير بيحبطك، مش بيديك فيدباك محترم، دايما بيقلل منك ومن شغلك او بيتجاهلك، تحس انه ضدك مش معاك. مفيش فرصة تتطور، قاعد في مكانك سنين، نفس المرتب، نفس المهام، نفس المعاملة. لو حسيت ان اكتر من نقطة من دول بتنطبق عليك، يبقى غالبا الشغل هو المشكلة مش انت. امتى تكون المشكلة فيك وازاي تفرق؟ اكيد لازم نبص لنفسنا. لو متأخر على الشغل دايما، او بتأثر في شغلك، او مش بتتطور، لازم تتحمل المسؤولية. بس هنا الفرق، لو بتشتغل بضمير وبتتعلم وبتحاول وبرضه حاسس بالضغط والسلبية، يبقى مشكلتك مش فيك، المشكلة في المكان اللي مش شايفك ولا مقدرك. البيئة السامة بتخليك تشك في نفسك، مع انك ممكن تكون واحد من افضل الناس اللي فيها، بس بسبب الضغط والقلق مش قادر تشوف ده. تعمل ايه بقى؟ لو حسيت انك فعلا واقع في شغل سام او مع مدير مؤذي، في شوية خطوات لازم تبدأ تفكر فيهم. ابدأ حضر خطة خروج، ما تستقلش فجأة ولا تسيب شغلك ولا تجازف بحياتك وبالتزاماتك، بس ابدأ شوف بديل، طور مهاراتك، ابني سي في محترم، ابعت في شغلانات تانية شايف ان انت هتتطور فيها. ابدأ فريلانس او شغل جانبي، ممكن تعمل حاجة تحبها جنب الشغل تزود بيها دخلك وتحس انك بتنجز. خد بالك من صحتك النفسية، حاول تفصل بعد الشغل، خليك مع ناس بتحبك، اتكلم مع ناس بيريحوك، واهم حاجة ما تصدقش انك قليل. البيئة السامة بتخلي انجح واحد يحس ان هو فاشل. انا عارف انك ممكن تكون تعبان ومحبط وحاسس انك تايه، بس اسمعني، انت مش لوحدك، في ناس كتير زيك وكل يوم بيحاولوا يلاقوا طريق للخروج. وانت كمان تقدر ما تسيبش شغل يكسرك، ولا مدير يقلل منك، ولا بيئة تسرق منك نفسك وعمرك ووقتك. المشكلة مش دايما فيك، اوقات كتير جدا المشكلة في مكان مش بيقدرك. فوق لنفسك وابدأ خطوة جديدة. ولو الحلقة دي خلتك تبص لحياتك بشكل مختلف، شاركها مع حد محتاج يسمع الكلام ده. واشوفكم في الحلقة الجاية.